لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. طلقها 11 مرة وحبسته. من هو زوج ميار الببلاوي؟ تصدرت الفنانة المعتزلة ومقدمة البرامج ميار الببلاوي قائم موقع التواصل الاجتماعي بعد إشراف فيديو تتحدث من خلاله عن اتهام إحدى الشيوخ لها بالزنا، وذلك في تعليقه على حديثها عن طلاقها وعودتها إلى زوجها الحالي 11 مرة. الأزمة بدأت عقب ظهور ميار في برنامج شيخ الحارة خلال شهر رمضان الماضي، وتحدثت مع الإعلامية بسمة وهبة عن زواجها وطلاقها، وقالت ميار: رفعت عليه قضية في مصر وحبسته، كنا في عز الثورة، طلقني كتير واتجوزنا كتير، طلقنا حوالي 11 مرة، هو أول حب في حياتي وأول راجل في حياتي، مخلفناش من بعض، وكنت عاوز أخلف اتجوزت غيره ورجعت له تاني، حصلت مشاكل وطلقنا، ورغم مشاكلنا واقف جنبي لما ماما ماتت وسندني بكل اللي يقدر عليه بعد ما شلت الرحم، وكان كريم معايا وابني، وتابعت الراجل ده هو حياته كلها، وانا وهو عصبيين جدا، وكل مرة بتحصل كوارث ومش منه ومنه من اللي حوالينا زي ما يكونوا مستكترين علينا، واخر راجع علينا دلوقتي جوازي مش موثوق، انا مش عايز اوثقه. ومع تصاعد الازمة حول زيجتها كان السؤال: من هو زوج ميار الببلاوي؟ فنان ومدعو يدعى عبد الله الكاتب، ولد في 18 مارس 1978، وظف بأصغر منتج عربي بعد توليه، وعمره 16 عام، لإنتاج فيلم خلطبيطة من بطولة النجم الراحل محمود عبد العزيز وإخراج مدحت السباعي. شارك بالظهور كممثل في أغلب الأعمال التي أنتجتها، ومنها أفلام لأحمد رخيص وإحنا ولاد النهاردة، بيتزا وبيتزا، دكتور سيليكون، ومسلسلات أسرار من جوه. تبادل وزوجته ميار الببلاوي إقامة الدعاوى القضائية إذ اتهمها بسرقة مصوغات والدته والهروب من السعودية وطلب وضعها في بيت الطاعة في 25 ديسمبر، وبعد قضاء شهرين في الحبس صدر الحكم ببراءة عبد الله الكاتب في القضية في جنح الغردقة، مع أن تم القبض عليه واحتجازه بتهمة تحريض وسرقة عفش زوجته ميار الببلاوي.